يا عم ده الاهلي فريق محظوظ. لا يا جدع ما تقولش كده. يا عم انا بقول لك الفيفا بتحب الاهلي، وانا بقول لك برضه ما تقولش كده. يلا بينا نشوف الحكايه. مساءكم بيضحك مع أدري. الحكايه بدات في ديسمبر 2022 لما الفيفا اللي بيحب الاهلي زي ما ناس كتير بتقول قرر مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه في النسخه المقامه في المغرب. وده ليه؟ لان بطل افريقيا ساعتها الوداد هيشارك كممثل للبلد المستضيفه للبطوله اللي هي المغرب. وبالتالي الوصيف اللي هو الأهلي حبيب الفيفا هيشارك في البطولة كممثل أفريقيا. دي كانت الطلعة الأولى في حظوظ الأهلي اللي الناس كانت بتتكلم عليها. الطلعة التانية كانت في بداية البطولة لما الناس كتيرة كانت بتتكلم إن الأهلي هيصعد للدور التاني مباشرة. وده ليه؟ لأن أوكلاند سيتي هيعتذر عن الماتش. قعدنا هيعتذر مش هيعتذر، هيعتذر مش هيعتذر، محدش عارف أي حاجة. وفي الآخر أوكلاند لعب والأهلي فاز وصعد للدور اللي بعد كده. قابلنا مين في الدور اللي بعد كده؟ وحش اللعبة، ريال مدريد. ريال مدريد اللي أنا شايفه وناس كتيرة شايفاه وحش دوري أبطال أوروبا، خصوصا دوري أبطال أوروبا. برغم إن أنا بشجع برشلونة بس هم وحوش أبطال أوروبا، بتحبهم البطولة دي، بتحبهم أوي. المهم نرجع. لعبنا ريال مدريد وكان الشوط الأولاني حلو جدا من الأهلي، عمل كل حاجة. والشوط التاني ريال مدريد المعتاد بيقلب الماتش في أي وقت هو عايزه وفاز. والأهلي لعب بعد كده على المركز الثالث والرابع قدام فلامينجو البرازيلي، وخسرنا للأسف وخدنا مركز رابع في البطولة دي. خلصت اللقطة بتاعت كأس العالم للأندية. بدأنا دوري أبطال أفريقيا. البطولة بدأناها مش أحسن حاجة قدام الهلال بخسارة 1-0 في السودان، وبعد كده بتعادل قدام صن داونز في القاهرة 1-1. بعد كده كسبنا القط، ومن 3 ماتشات بقى معانا 4 بوينت. كانت لينا رجل جوه ورجل بره البطولة، ودي ما كانتش أول مرة الأهلي في الثلاث مباريات يجيب 4 بوينت، يعني ما كانتش أول مرة تحصل. المهم بعد كده طلع قرار من الفيفا اللي بيحب الأهلي برضو إن الأهلي هيشارك في كأس العالم في نسخة 2025. وده لأن القوانين الجديدة للفيفا بتنص على إن البطولة بتاعت 2025 هيبقى فيها ممثل أفريقيا اللي كسب 2021. حتى ساعتها طلعت جملة شهيرة: اكسب بطولة تلعب بطولتين كأس عالم مجانا، من بعض الناس. ودي كانت طلعة حلوة منه. وبكده الأهلي المحظوظ ضامن مكان في 2025 في كأس العالم إن شاء الله. المهم رجعنا لدوري أبطال أفريقيا تاني مع بداية الماتشات. أول ماتش لينا كان مع سان داونز في جنوب أفريقيا وشلنا بالخمسة للأسف. سان داونز اللي هو مرعب أفريقيا في البطولة دي بصراحة، يعني ومن أهم الناس من أهم الأندية المرشحة للفوز بالبطولة لو الأهلي ما فاز. المهم بعد كده كان الأهلي قدامه ماتشين ما كانش ليه بديل عن الفوز في الماتشين، والأهلي عمل اللي عليه وفاز فيهم قدام الهلال وقدام الأهلي. وهنا بدأت لقطة الحظ الجديدة اللي الناس كانت بتتكلم عليها. الأهلي قاعد مستني الماتش بتاع صن داونز قدام الهلال. ماتش حرفيا يا هيصعد بالأهلي للدور اللي بعد كده يا هيخرج الأهلي من البطولة خالص. وجت اللقطة بتاعت صن داونز والهلال في الدقيقة 92، ضربة جزاء للهلال اللي كان متعادل 1-1. لو جاب ضربة الجزاء دي الهلال صعد والأهلي خرج، وده ما حصلش. والحمد لله إن هو ما حصلش، وخرج الهلال من البطولة والأهلي صعد للدور اللي بعد كده. هنقابل مين في ربع النهائي؟ الرجاء. ماتش الذهاب كان حلو جدا من الأهلي وفي بدايته من الرجاء، ولولا تألق الشناوي في كورتين كان ممكن الماتش ده يطلع 2-2، وكانت النتيجة بتاعت 2-0 كان لم تكن، وتبقى طالعة بنتيجة 2-2، وهنبقى قاعدين على قلب، يعني حاطين ايدينا على قلوبنا في ماتش العودة. ماتش العودة قدام الرجاء الأهلي اللي ملعبش بشكل أفضل حاجة فنيا، ده من وجهة نظري. جت اللقطة برضو من الشناوي، كورة هجمة مرتدة اتشاطت، وكورة من أخطر الكور، الشناوي تألق وطلعها. وبعد كده جت الكورة اللي قلبت الماتش خالص اللي هي ضربة الجزاء. الشناوي تألق، أو بمعنى أصح الحظ ساعدنا برضو فيها، كورة خبطت في القايم اللي فوق، نزلت ردت في الأرض وخرجت على بره. وكده الأهلي المحظوظ صعد لدور نص النهائي. هنقابل مين في نص النهائي؟ الترجي التونسي. طب وبعدين ايه الفكرة؟ يعني ايه الحظ في الحتة دي؟ هو
الحظ مش ان انت هتقابل الترجي، الحظ ان جمهور الترجي خدمك وعمل الشغب اللي اتعمل في المباراة بتاعته في العودة بتاعت ربع النهائي. الامر اللي خلى فيه الكاف يتناقش، وفي اخبار بتقول ان الترجي هيلعب الماتش بتاعه مع الاهلي بدون جمهور، ودي حاجة تبقى في صالح الاهلي وانا اتمناها شخصيا. هيحصل مفاجآت جديدة بعد كده ولا لأ؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية، بس لحد اللحظة دي الأهلي الحظ خدمه في كام حاجة، وهو عمل اللي عليه في كام حاجة، وربنا وفقه. هنشوف اللي جاي. مساءكم بيضحك.